السلام عليكم، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم بعجينه وحده غنشكلوا 4 تشكيلات ديال الحلوى سهله واقتصاديه وكتعطينا كميه اللي هي كبيره. كيف ما غادي تشوفوا معنا شكيلات اللي ساهلين. دابا ان شاء الله غندوز معكم مع الطريقه والمكونات. الى اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بكل جديد، وما تنساوش واحد لايك وتعليق. وغادي نبدا معكم في المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. هنايا كنحتاج 250 غرام ديال الزبده اللي هي رابعه، تكون بحراره المطبخ باش تجيكم ساهله باش تخدموها. من بعد غنضيف على هنايا 3 القطع ديال الجبن، ممكن تضيفوا 4 حتى ل5 القطع، يعني على حسب الرغبه ديالكم. انا ما غنضيفش هنايا قبيصه ديال الملح لان الفرماج مالح. صافي من بعد ما كنضيف 3 القطع ديال الفرماج غادي نضيف هنايا 2 كيسان ديال السنيده. بالنسبه للكاس الثاني ما كنعمروش مزيان كيف ما غتشوفوا معايا، ممكن تضيفوا غير كاس ونص اللي ما كيفضلش الحلاوه بزاف. من بعد غنضيف هنايا 2 فانيات عفوا، ممكن تعوضوهم بقشور ديال الحامض اولا قشور ديال البرتقال. وعاد الحلوى راه كل قطعه غادي نسموها بنكهه مختلفه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما قلت لكم الزبده كتكون ساهله باش تخدموها. صافي دابا غادي نحاول نخلط هاد المكونات كاملين مزيان كيف ما غتشوفوا معايا حتى كنحصل على واحد الكريمه، وداك السكر سنيده كيذوب تماما. غير هي حاجه وحده بالنسبه للسكر السنيده، يكونوا الحبات ديالها رقيقه، ما يكونوش الحبات ديالها غلاظ، ما تكون السكر سنيده اللي غليظه. ممكن تعوضوا كاس بكاس ديال السكر كلاصي. هنايا غادي نضيف الزيت، غنحتاج 2 كيسان، كاس كيكون عامر وكاس بقى الربع، يعني الكاس الثاني ما كنعمروش مزيان. بالنسبه للعبار بالمليلتر، بالنسبه للكاس الاول 160، وبالنسبه للكاس الثاني 140 مليلتر ديال الزيت. صافي من بعد ما كنخدمهم مزيان، ضروري انكم تخدموهم مزيان، ما يبقاوش دوك الطروفه ديال الزبده اولا ديال الفرماج باينين في الخليط. صافي هنايا غادي نضيف البيض، كنحتاج 4 الحبات عفوا ديال البيض. غادي نضيف 3 الحبات كاملين. وبالنسبه للحبه الرابعه ديال البيض غادي نضيف غير الصفار فقط، اما البياض غنحتفظ به، غادي نزين به في الاخير. مهم هنايا كيف ما غتشوفوا معايا الصفار غادي نضيفو مع باقي المكونات، والبياض غنحطو في واحد زلافه ولا واحد الطبيصيل على جنب، نخليه حتى الاخر. ملي غنبغي نشكل حلوه غادي نحتاجو. صافي ملي كنضيفهم غنضيف هنايا كاس ديال الياغورت اولا كاس ديال دانون. ممكن تضيفوا ديال الفاني احسن، هنا ما كانش متوفر عندي ديال الفاني فضفت هذا اللي طبيعي. حتى الا كان عندكم طبيعي ضيفوه، غير علبه واحده اللي كنضيف. صافي من بعد ما كنضيفو غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كينسجموا، كيتخلط لي داك البيض مع باقي المكونات. عاد غادي نضيف هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق يكون مغربل من قبل، دقيق الفورس اللي هو الدقيق الابيض اولا فرينه. غادي نضيف الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، والكاس الرابع، والكاس الخامس. يعني كنضيف 5 الكؤوس دفعه واحده، ما يعادل 500 غرام. غنضيف عليهم كيس واحد من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. ثم عندي هنايا مايزينا اولا نشا اللي غنضيف منها 2 المعالق كبار كيكونوا عامرين مزيان، تقريبا نصف كاس. ممكن تعوضوها بكريم باتيسير الا متوفر عندكم. ما متوفرش عندكم نشا اولا مايزينا ممكن ما تضيفوهاش نهائيا، حتى الزبده راه كتجيب الحلوى رطبه. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى كيتخلط لي داك الدقيق، وغنبقى نضيف شويه بشويه. هنايا غادي نضيف الكاس السادس اللي هي 600 غرام، كل كاس 100 غرام، ونضيف الكاس السابع، وغادي نرجع نخلط مزيان. غير كيتخلطوا مزيان غنضيف الكاس الثامن اللي هي 800 غرام. كيف ما قلت لكم كل كاس 100 غرام ديال الدقيق، يعني كنحاول نعطيكم بالكاس وبالغرام. هنايا غادي نضيف الكاس التاسع اللي هي 900 غرام، وغادي نخلط. كنحاول نجمع العجينه مزيان، وما تحاولوش تدلكوا العجينه، فقط غير كتجمعوا من الفوق لتحت بهذا الشكل هكا. صافي هنا غادي نضيف الكاس العاشر، ما كنضيفوش كامل، غنضيف منه غير واحد ربع كاس، غير كنجمع به العجين شويه. وعاد غادي نضيف الكميه كامله كما غتشوفوا معايا. صافي هنايا ضفت داك الكاس العاشر كامل اللي هي 1000 غرام، كيلو تقريبا اللي ضفت ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق اللي ضفت. صافي غادي نجمع العجينه مزيان، وكنجمع العجينه من القصريه كامله يعني الجوانب ديالها حتى كنلمها مزيان. وبالنسبه للعجينه راه غادي نخليها خفيفه شويه، ماشي غادي نضيف ليها الكميه ديال الدقيق اللي غتحتاجها كامله، حيت مازال غنقسمها على 4، وكل كميه غادي نضيف ليها النواشف باش ما تقصحش العجينه وتجيكم قاصحه. هنا بالنسبه للكاس رقم 11 غادي نضيف منه ربع كاس.
هو اللي غادي نضيف دابا، اللي غنجمع به غير دوك الجوانب القصريه. تقريبا غنضيف واحد 25 غرام اللي هي في المجموع 1025 غرام ديال الدقيق، كيلو و25 غرام اللي ضفت ديال الدقيق. ودائما الكميه كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق والحجم ديال البيض. مهم نتوما غتضيفوا شويه بشويه حتى تجمع لكم العجين، غير ما تبقاش كتلتصق في اليدين. ما تقلبوش العجينه دائما بالايد باش كنتو كتعجنوا، قلبوها بالايد اللي كتكون ناشفه، حيت الايد اللي كتكونوا كتعجنوا كتكون باقا لاصقه فيها العجينه، وملي كتقلبوها كتبان لكم بحال باقا كتلتصق، وهي العجينه كتكون مجموعه. ديما قلبوا العجينه بايديكم ناشفه. هنايا غادي نحاول نجمع ديك العجينه اللي بقات لي في القصريه بهذا الشكل هكا. صافي من بعد ما كنجمع العجينه يعني كنخليها خفيفه شويه، ماشي كتلتصق بزاف في اليدين، يعني كنخليها غير على حساب القياس اللي غنضيف ليها ديال النواشف. كيجي هي هذيك حتى لا خاصها الدقيق ملي غنضيف لها النواشف، بحال العجينه اللي غنضيف لها الكاكاو والعجينه اللي غنضيف لها الكوك. يعني كتزيد تقصاح ملي كنضيف لهاد المكونات. وحتى لا كان خاصها الدقيق كنضيف لها الدقيق احسن من انها تجي قاصحه. صافي كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين. صافي هنايا غادي ناخذ العجينه غادي نقسمها 4 ديال الكويرات. ممكن تقسموها غير على 3، ممكن تقسموها غير على 2 على حسب الرغبه ديالكم. وهنا كيف ما قلت لكم غادي نقسم العجينه 4 ديال الكويرات اللي كيكونوا متساويين، يعني حجم واحد. من بعد ما غادي نجمعهم وغادي ناخذ كل كره غنضيف ليها نكهه مختلفه باش كيجيو مبدلين في المذاق، يعني كتبان كل وحده عجينه ديالها بوحدها. بالنسبه للكره الاولى غادي نضيف لها هنايا فاني سائله. الا ما متوفرش عندكم فاني سائله غادي نتعوضوها بفلون ديال الفاني، ولا ممكن تضيفوا قشور ديال الحامض، قشور ديال الليمون، يعني داكشي اللي متوفر عندكم. صافي غادي نضيف ليها شويه ديال الفاني. هذه مازال غنوريكم الشكل ديالها اللي غنشكلها بواحد الطريقه اللي كتجي زوينه بزاف. غير هي حاولوا ملي تكونوا تجمعوا فيها ما تدلكوهاش، غير بهذا الشكل كتجمعوها حتى كتدخل فيها هذاك الفاني كامل في العجين. وهنايا غادي نضيف لها الدقيق لان العجينه جرات واحد شويه، يعني ولات كتلتصق شويه في اليدين. صافي غادي نضيف لها شويه ديال الدقيق وكنحاول ندخل فيها الدقيق بهذا الشكل هكا. والا كان مازال خاصه غادي نضيف ليها واحد شويه. يعني في المجموع هاد الكميه اللي غادي نضيف ليها ديال الدقيق معلقه كبيره كتكون عامره مزيان هي اللي كنضيف ليها. صافي من بعد كنحاول نجمعها. المهم كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل وبكل سهوله كتشكل معكم وما كتلتصقش في اليدين. غير هي ديك المعلقه الكبيره اللي ضفت ليها كنبقى نضيفها لها غير شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه، يعني ما كنضيفهاش دفعه واحده باش نتحكم في القوام ديال العجين. هنايا غادي نغطيهم بالبلاستيك غذائي وغادي نخليها على جنب وغادي ندوز العجين الثاني. بالنسبه للعجين الثاني غادي نضيف ليها الكوك. هنايا غنضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الكوك اولا جوز الهند. ممكن تحمروه كتوضعوه في مقله وتحطوه فوق البوطه كتبقاو تحركوا فيه حتى كيتبدل اللون ديالو. ثم غادي نضيف ليه هنا النكهه ديال الحامض اللي ممكن انكم تعوضوها بقشور ديال الحامض. صافي غادي نحاول نجمعها بهذه الطريقه هكا حتى كل العجينه كلها كيدخل فيها داك الكوك وديك النكهه ديال البرتقال اللي ضفت ليها. صافي غنضيف لها حتى هي الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف لها غير شويه بشويه، يعني كنضيف واحد الكميه قليله. صافي كنبدا نجمع فيها بهذا الشكل هكا، تحاولوا ما تدلكوهاش. صافي ولا باقا خاصه الدقيق كنبقى نضيف لها غير شويه بشويه كما كتشوفوا معايا، يعني كتبقى شويه كتلتصق في اليدين. صافي غادي نضيف ليها عاوتاني شويه ديال الدقيق. المهم في هذه المرحله هذه ملي كتبداو تضيفوا لها الدقيق ضيفوا غير شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه ما كتبقاش كتلتصق، كيرجع القوام ديالها بهذا الشكل هكا. صافي غادي نغطي عليها بالبلاستيك غذائي ونخليها على جنب وندوز العجينه الثالثه. وبالنسبه لهنايا العجين الثالث بالنسبه للاضافات اللي غنضيف لها غنحتاج هنايا علبه من فلون ديال الكراميل، ماشي داك الكبير، هذا اللي فيه 2.5 غرام. ما تاخذوش اللي فيه السكر. صافي غادي نضيفوا ليه من بعد غنضيف عليه هنايا شعريه ديال الشوكولات اولا حبيبات ديال الشوكولات. صافي كنحاول نجمعها بهذا الشكل هكا حتى كتدخل في العجينه شوكولات وفلون. صافي هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الشوكولات باش يجي باين في العجينه. وبالنسبه للشوكولات قبل ما كنستعملوه كنوضعوه في المجمد يعني حتى كيبرد مزيان
باش ملي كنخلطو بحال هكا يعني كتحاولوا تدخلوا في العجينه ما كيذوبش. وهنايا غادي نرجع نضيف الدقيق. انا راه في الاول العجينه يعني ما خليتهاش خفيفه بزاف، يعني غتحتاج واحد الكميه كبيره ديال الدقيق، يعني غادي نضيف لها غير شويه، كل عجينه على حسب المكونات اللي ضفت ليها، يعني كتبقى من معلقه حتى المعلقه ونص ديال الدقيق اللي غادي نضيف في العجين. المهم هنايا جاتني مازال خاصها شويه ديال الدقيق ماشي بزاف، صافي كنضيف غير واحد الكميه كيف ما كتشوفوا كنجمعها وغادي نغطيها بالبلاستيك غذائي ونخليها على جنب. هنايا بالنسبه للعجين الرابع غادي نضيف ليه ساشي ديال الكاكاو من فئه 7 غرام، ولا تضيفوا معلقه ديال الكاكاو. هنايا غنضيف نكهه ديال البرتقال، ممكن تعوضوها بقشور ديال البرتقال. وهاد النكهات اللي كنضيف كيبقاو اختياريين على حساب المتوفر عندكم ضيفوه. صافي كنحاول نجمع العجينه بهذا الشكل بلا ما ندلكها حتى كتجمع لي وكيدخل فيها داك الكاكاو. غير هي غادي مازال غنضيف ليها الكاكاو لان هاد اللون ماشي هو اللي بغيت اللون يجي شويه غامق ديالها، ما يجيش خفيفه بهذا الشكل. صافي غادي نرجع نضيف لها ساشيه اخرى، في المجموع ضفت 14 غرام من الكاكاو. بالنسبه لهاد العجين هذه غنضيف لها فقط الكاكاو، ما غاديش نضيف ليها الدقيق لان صافي هذيك الكميه ديال الكاكاو اولا النواشف اللي ضفت ليها جاتها هي هذيك، يعني ما غاديش تحتاج الدقيق. صافي هنايا غادي نبدا نشكل فيها هي الاولى، وغادي نبدا نشكل فيها كويرات اللي يكونوا متوسطين ما تكبروهمش بزاف. وبالنسبه للفران ضروري انكم تشعلوا الفران من قبل، ضروري يكون فران سخون. وهنا كنجيب صفيحه ديال الفرن اللي وضعت ليها ورق ديال الطبخ، ممكن دهنوها غير بشويه ديال الزيت. صافي غادي ناخذ هنا العجين غنشكلها كامله كويرات ونرجع معكم. كنشكلها كويرات اللي كيكونوا حجم واحد، غير ما تكبروهمش، اللي كيف ما قلت لكم راه العجينه مع فيها الخميره كيضاعف الحجم ديالها ملي كتكون طيب. هنا من بعد ما شكلتها كامله كناخذ داك بياض البيض اللي احتفظت به في الاول، غادي نحتاجو للتزيين في هذه الحلوه هذه. وغادي نحتاج ايضا الزنجلان محمر، ممكن تعوضوه بكاوكاو او اللوز اللي كيكون مهرمش. هنا كندوز داك الوجه ديالها مزيان في بياض البيض، ثم كنوضعها في الزنجلان وكنحاول انني كنضغط عليها مزيان بهذا الشكل. صافي كيفاش كتجي. صافي غنوضعها انايا في صفيحه ديال الفرن، ومازال غادي نوضع ليها الثقب الوسط. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، كنوضعهم في الاول في بياض البيض ومن بعد كنضيفهم في الزنجلان. صافي وغادي نكملهم كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. وهنايا كناخذ هاد الجراره هذه هي باش غادي نوضع عليها ثقب كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وكنحاول نقادو مزيان. صافي بهذا الشكل هكا حتى كنكمل الكميه كامله. صافي غنكملهم كاملين، الطريقه راها واضحه في الفيديو، حتى نساليهم كاملين ونرجع معكم. صافي هنايا كما قلت لكم غندخل الفران اللي كيكون مشعول من قبل، ضروري الفران يكون سخون على 170 درجه. صافي غادي ندخلها غير تبان لكم بدات كتنفخ، غادي تحاولوا تضغطوا عليها بهذا الشكل هكا باش يبقى داك الثقب باين. صافي وغادي نخليها تكمل الطياب ديالها، عاد غنشعل عليها من الفوق. وهنايا كناخذ العجين اللي كنت وضعت ليها الفاني، غنحيد عليها البلاستيك غذائي، ومن بعد هنايا غادي نحتاج هنا كميه من اللوز اللي حيدت له الجلده ديالو، ومن بعد قليته في الزيت اللي كتكون بارده حتى كيتقلى مزيان وكياخذ هذا اللون هذا. ممكن تدهنوه بالزيت وتدخلوه للفران حتى كيتحمر. وهنا غادي نبدا نشكل في العجين، كنشكل الكويره، كنحاول نضغط عليها بهذا الشكل حتى كنبسطها شويه، وغادي نوضع فيها اللوزه الوسط بهذا الشكل وغادي نجمعها باش تجي ديك اللوزه الوسط. ومن بعد غادي نقادها كنكورها، يعني كنقادها بهذا الشكل وكتحاولوا انكم تضغطوا عليها عفوا شويه. صافي حتى كنشكلها بهذه الطريقه. وهنايا باش تجيني الخدمه سهله غادي ناخذ العجين كلها حتى نساليها كلها كويرات، وعاد غادي نبدا نقاد فيهم، كنبسطهم شويه، كنوضع عليهم اللوزه الوسط وكنجمع الجوانب، ومن بعد كنقادهم وكنضغط عليهم. صافي حتى غادي نساليهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه. صافي حتى غادي نساليهم كاملين. وهنايا غادي نطيبهم بنفس الطريقه، نشعل عليهم في الاول من التحت على درجه الحراره ما تفوتوش على 170 درجه، والا كان الفران ديال الغاز غادي تنقصوا البوطه يعني باش ما تخطفش اللون ديالها دغيا. صافي غير كيذهب اللون ديالها من تحت غادي نشعل عليها الفوق
حتى تكمل الطياب ديالها. ودابا غادي نشكل العجين اللي وضعت ليه حبيبات ديال الشوكولات اولا شوكولات فيرميسيل زائد الفلان ديال الكراميل. بالنسبه للطريقه ديال التزيين ديالو، هنايا غادي نحتاج قليل من السكر، وغنضيف ليها شويه ديال الفاني اولا تضيفوا ليها ساشي ديال الفاني. صافي كنخلطهم مع بعض مزيان. وغادي ندوز دابا ناخذ العجين، كنحيد منها البلاستيك غذائي وغادي نشكلها كويرات. من بعد كناخذ كل كره كندوز الوجه ديالها في السكر سنيده اللي خلطت مع الفاني بهذا الشكل، وغنشكلها بهذا الطابع هذا. ممكن تستعملوا هذا ديال الشهده اولا ديال المروحه على حساب الاختيار ديالكم، ولا اي طابع متوفر عندكم. كندوزو في الاول في الدقيق، وغادي نطبع به الحلوى. كيجي الشكل ديالها بهذا الشكل، صراحه كتجي زوينه. هذاك الدقيق ما كيخليش الحلوى كتلصق في الطابع. صافي غنشكلهم كاملين بنفس الطريقه، كنشكلهم كويرات، وكل كويره كندوز الوجه ديالها في سكر سنيده مع الفاني، ومن بعد كنرشمها بهذاك الطابع. في كل مره كنطبعها ضروري انكم تدوزوه في الدقيق باش ما تلصقش لكم الحلوى في الطابع. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملها كامله. صراحه كيجي المنظر ديالها زوين بزاف. ودابا غنطيبها حتى هي بنفس الطريقه. وبالنسبه للعجين الاخير غادي نطلقها هنايا مزيان ما بين جوج ورق طبخ اولا ممكن ما بين جوج بلاستيكات. كنطلقها مزيان وخاص الوجه ديالها يكون مساوي وما ما ترقوهاش بزاف. صافي من بعد ما كنطلقها هانتوما غتشوفوا معايا بهذا السمك هذا كيف ما موضح معكم في الفيديو. ومن بعد غادي ناخذ هنايا الشوكه اولا فرشيطه، وغادي نحاول انني نجرح العجينه من الفوق. يعني راه الفيديو واضح كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كتاخذوا الفرشيطه اولا الشوكه وكتجروا العجينه غير من الفوق، يعني ما تحاولوش توصلوها لداخل، غير من الفوق فقط. صافي حتى غادي نشكلها كامله. وغادي ناخذ هنايا الكاس، اولا اي قطع دائري كيكون صغير، وغادي نوضعه في الاول في الدقيق، وغادي نشكل على هذا الشكل، على شكل هلال كيف ما واضح معكم. صافي حتى غادي نكمل العجين بنفس الطريقه. هانتوما كيف ما موضح معكم كيجي الشكل ديالها زوين. صافي وغادي نكملها كامله بنفس الطريقه. من بعد ما غادي نكملها حتى هي غادي نطيبها بنفس الطريقه ونرجع معكم مع الشكل النهائي. وبالنسبه لذاك العجين اللي كيشيط ليا من هنايا كنرجع نجمعه وكنشكله بنفس الطريقه. صافي ودابا هنايا من بعد ما طابت الحلوى كيف ما كتشوفوا معايا وجدتها كيجيو محمرين، كيجيو بهذا الشكل. ودابا غادي ندوز الطريقه ديال التزيين ديالهم. هنايا خديت شوكولاط ابيض اللي ذوبته في حمام مائي هو باش غنزين هذه الحلوى، وكذلك داك اللوز اللي كنت قليت. صافي وغادي نوضع هنايا الشوكولاط، ومن بعد كنوضع من فوق منه اللوزه. كيجي الشكل ديالها زوين الصراحه. صافي وغادي نكملها كامله بنفس الطريقه كيف ما واضح معكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. ودابا غادي ندوز للحلوى اللي واضعه وسطها لوزه، حتى هي كنفندها في داك الشوكولاط الابيض بهذا الشكل هكا، وكنحيد داك الزائد ديال الشوكولاط. ومن بعد نديرها في الكوك، حتى الكوك كنحيد من داك الزائد ديال الكوك كيجي الشكل ديالها بحال هكا. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه، كنوضعهم في الاول في الشوكولاط ومن بعد كنفندهم في الكوك. هذه الصراحه راها كتجي بنينه بزاف. هاد الحلوى هذه غير جربوها اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه. ودابا غادي ندوز باش نشكل معكم الحلوى الثانيه. حتى هي غادي نغطس هنايا في الشوكولاط، وكنضيف دوك قشره ديال البرتقال. ممكن تضيفوا غير حبيبات ديال الشوكولاط ولا تخليوها هكاك، ولا من بعد تضيفوا ليها كاوكاو اللي كيكون مهرمش. وملاحظه بالنسبه للحلوى اللي كتديروها في الشوكولاط، حاولوا ملي تبغوا حطوها فوق شي بلاستيك ولا فوق ورق الطبخ باش ما تلصقش. صافي بالنسبه للحلوى الاخيره راني رشيت عليها غير سكر كلاصي، ممكن ديروا عليها خطوط بالشوكولاط اسود ولا شوكولاط ابيض. وهادو هما الشكيلات ديال الحلوى ديال اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الصراحه راه كيجيو بنين بزاف. واحد المذاق كيجي فيهم، خصوصا داك الفرماج كيعطيهم واحد المذاق زوين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى ايضا تجربوها. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك في القناه الى مازال ما اشتركتوا، تفعلوا الجرس وتكونوا دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد فضلا. وهنايا غادي نحاول نقطع ديك الحلوى اللي وضعت ليها اللوزه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. كنتمنى الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء في مواقع التواصل باش تعم الفائده، وكذلك تشجعوني. خليت لكم الراحه في امان الله وحفظه دائما مع وصفات سهله واقتصاديه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. في امان الله وحفظه.